السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا سؤال من أخونا الأستاذ محمد بكر. بيقول: يبقى كتر خيرك يا دكتور. هل بعد إذنك بعد ما أخلص MBA ممكن يكون سؤال معتاد أنت واخدها منين، وبناء عليه ياخد انطباع سلبي أو إيجابي، لأن مثلا في القطاع الهندسي المصرفية مش معروفة زي البحرية. انا هحاول اقول لكم اللي انا فهمته من السؤال، وانا ملخبط الكلام شويه بس انا فهمته عايز ايه. هو بيقول بعد ما اخلص MBA ممكن الناس تقعد تقول لي: هو انت واخدها منين؟ ويفرق معاهم انا واخدها منين؟ طب اصل البحريه معروفه اكتر، وانا كنت عملت فيديو على الموضوع ده. اصل الاكاديميه البحريه معروفه اكتر شويه من المصرفيه، فانا لو خدتها من المصرفيه. بص، هو بعد ما تخلص MBA الناس هتقعد تقول لك انت واخدها منين؟ لا، امر مش منطقي. يعني تفتكر كل بني ادم انت بتقعد معاه يقعد يقول لك خدت ثانويه عامه منين؟ طب انت خدت جامعه منين؟ طب انت خدت كليه منين؟ لا. ولو سالك بيبقى سؤال عابر مش غرضه التقييم يعني. خاصة وإن عشان ما حدش يضحك على حضرتك ولا على حضراتكم، خدها مني كلمة: كل الأماكن اللي في السوق تقريبا شبه نفس المستوى. يستثنى من ذلك الجامعة الأمريكية على عهدتي أنا، والجامعة الألمانية يستثنى من ذلك، والأمريكية كمان هي اللي تستثنى من ذلك. هي الألمانية بس عشان الدراسة فيها قوية محترمة شوية، لكن مش زي الأمريكية طبعا، بدليل حتى إن الأمريكية الMBA فيها بمليون و400 ألف جنيه. كل الأماكن التانية اللي في السوق شبه بعض. هعمل لك فيديو تاني أقول لك إيه الفروق الطفيفة اللي ما بينهم، اللي مالهاش علاقة بالمادة العلمية أصلا، ليها علاقة بأمور تانية كتير. نرجع بقى لسؤال حضرتك: هتسأل الموضوع ده كتير؟ لا مش هتسأل. طب ولو اتسألته هيفرق انا من الأكاديمية البحرية أو المصرفية؟ لا، والمصحف ما هيفرق. اعرف إن اللي هيفرق ما بين الاتنين بالنسبة لك شخص جاهل. يعني اللي هتسأله تقول له البحرية فيتبسط، أو تقول له المصرفية فيتضايق، اعرف إن هو شخص جاهل مش فاهم الموضوع. بلاش نقول جاهل، خلينا نقول ناس ما عندهاش خبرة بالموضوع، ما عندهاش علم بالموضوع. تفتكر أنا ينفع أقول في فرق كبير ما بين إن أنا خريج يعني تجاره القاهره ولا تجاره عين شمس؟ ويقول لك عين شمس اصعب، اصل القاهره اسهل، الاثنين اسماء كبيره، الاثنين محترمين، الاثنين معتمدين، الاثنين كويسين. الفرق يرجع لك انت في الاخر. فانا بقول لحضرتك مش هتفرق كتير. فلو ده سؤالك توكل على الله وادرس في المكان الاوفر والارخص والاقرب والافضل واللي انت تكون مرتاح له، والاثنين كويسين. بس خد بالك كلامي ده كله ما دمت في مكان معتمد، عشان الناس ما تاخدش بقى الفيديو تحطه في حتة تانية ان مثلا دكتور حمدي قال ايه، لا انت تدرس في اي مجال. لا، ما انت ممكن تدرس في مكان تحت بير السلم، لا مش ده قصدي عليه خالص. طب ما انت ممكن تدرس في اماكن من الاماكن اللي هي المضروبه الفيك اللي ظاهره اليومين دول، لا مش ده قصدي عليهم خالص. انا قصدي يا فندم على الاماكن اللي حضرتك ذكرتها او الاماكن المعتمده. هل في فرق جوهري بين دراسه الMBA في عين شمس والقاهره؟ لا مفيش، خدها مني انا مفيش. هل في فرق كبير بين الازهر وبين فيوتشر؟ مفيش. هل في فرق كبير ما بين الاكاديميه البحريه والمصرفيه؟ لا مفيش. توكل على الله واختار الانسب لحضرتك. تحياتي وشكرا لحضرتك وحضراتكم، واي سؤال ممكن تحطه لي وانا احاول اعمل لك عليه فيديو لو اجابته موجوده عندي ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.